انا كنت لسه خلي بقى. بالك انت ابتديت في كده، انت دلوقتي عندك 6 و7 و8 دقائق. لا ما هي النقطه بقى دي اللي انا كنت هكملها. اللي بيساعد على كده الحكام. طبعا كابتن شناوي يتكلم فيها براحته ويستفيد فيها، لكن النقطه انا لو دلوقتي الحارس المرمى انا حسبت 6 دقائق وحارس المرمى وقع 3 دقائق في الست، ادي ال3 دقائق مظبوطين. لو هدي 6 دقائق تانيين اديهم، بعد كده الحارس مش هيقع. لا الحكم ادى 6 دقائق وبعد كده في تغييرين. وقع محمود جاد وادى دقيقه واحده بس بعد 6 دقائق، عشان كده لعيبه الاهلي بتعترض. معلش انا عندي وقت كتير. ما كانش في وقت كتير في الشوط الثاني، خلي بالك الكره كانت سريعه لغايه الدقيقه مثلا دقيقه 80 85 في 7 تغييرات. ايوه ماشي، في 7 تغييرات. 6 دقائق ده وقت كتير. لا انت في 7 تغييرات. التغيير بنص دقيقه يمكن في 2 للنادي المصري و5 للنادي الاهلي. 7 غير ان محمود ماشي، غير ان محمود 3 دقائق ونص، غير ان محمود 3 دقائق ونص هو 3 دقائق ونص، وعندك غير اللعيبه اللي بتقع، غير الكره اللي بره الملعب. احنا كنا بنشوف في كاس العالم، بس عشان احنا مش قصه ماتش النهارده، انا بتكلم بشكل عام. تشوف كاس العالم 7 و8 و9 و10 دقائق، الريتم اعلى من هنا مليون مره، الكره ما بتوقفش، لكن الناس عايزه تستفيد بكل. هنا في مصر بحس ان الحكم اول ما بيجي الوقت بدل الضايع نفسه يخلص الماتش. لا ده حقك على فكره وحق الفرقه، انا اقدر اجيب جون في الثانيه الاولى واقدر اجيب جون في الثانيه الاخيره ايا كان بقى. انا كنت غلطان النهارده، انا كنت وحش النهارده مش في ادائي، دي قصه على جنب، لكن في الاخر ليا ثانيه ادهاني. لو انا كحراس مرمى وقعت والحكم ادى كل ثانيه اللاعب بيقع فيها وبيضيع فيها وقت، مفيش حد يقع تاني. لكن الناس بتقع يقول لك خلاص ما هو 6 دقائق، لو وقعت فيهم 3 دقائق هيدي عليهم دقيقه. بس اقول لك حاجه بصراحه، يعني محمود برضو ما وقعش غير مش بتكلم على محمود، مش بتكلم يعني انا بتكلم بشكل عام. تعامله قليل في المباراه. انا مش بتكلم على محمود، انا بتكلم بشكل عام في قصه الوقوع كفكره، ما بتكلمش على محمود جاد او بتكلم. لكن ماتش النهارده كابتن سيف الحكم ادى 6 دقائق، في ال6 دقائق حصل فيه تغييرتين يمكن، وحصل ان محمود جاد وقع. على الاقل دقيقتين، هو ادى دقيقه. انا معلش الدقيقه ده انا ممكن اجيب فيها في ياما جبنا اهداف في اخر 10 ثواني. لسه برضه نستشير الكابتن شناوي في القصه دي ونشوف